وهذا في إثبات النزول، أن الله ينزل سبحانه وتعالى في كل ليلة نزولا يليق به، ولا نخوض أكثر. قد يقول قال كيف الليل عندنا نهار عند غيرنا، هذا قياس الله علينا، والله لا يقاس بالبشر سبحانه وتعالى. وإلا لو فتحنا هذا الباب لكان لقائل أن يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الآن كم واحد يصلي على وجه الأرض؟ فإذا أردنا أن نقيس الله جل وعلا بأحوالنا نحن قال متى يقول لهذا الحمد لله رب حمدني عبدي، ومتى يقول لهذا مجدني عبدي، لأن في اللحظة وحدها ذاتها هذا يقول الحمد لله رب العالمين، وذاك يقول مالك يوم الدين، وغيره يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وغيره يسب وغيره يلعن، ومطلع عليهم جميعا. لا نقيس الله بنا، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نحن إذا تكلم اثنان أمامنا قلنا إيش؟ واحد 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 واحد. والذي عنده قدرة قوية جدا كاللي يسمعون القرآن على بعض الأطفال وكذا يسمع 7 8 في وقت واحد، لكن يسمع 100 ما يستطيع. الله يسمع الخلق كلهم في لحظة واحدة سبحانه وتعالى. فلا نقيس الله بأحوالنا، لا بد أن نجعل نصب أعيننا دائما ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم سبحانه. فقل كما قال النبي: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى نزولا يليق به، واسكت وانظر ماذا بعد ذلك. ماذا بعد ذلك؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ كن من هؤلاء. لا تكن متفكرا كيف ينزل، وإذا نزل هل يخلو العرش أو لا يخلو العرش، وإذا نزل في النهار أو هناك في الليل. هذه الأمور لا تخض بها، لأن الله ليس كمثله شيء. ولذا يقول الغزالي رحمه الله تعالى أبو حامد يقول: كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك سبحانه وتعالى. كل ما خطر في بالك فالله غير ذلك جل وعلا. فلا تقس الله على نفسك، دائما استحضر ليس كمثله شيء، وأثبت ما أثبت الله وما أثبته رسوله، والله أعلم. نعم.